السلام عليكم. هنتكلم مع حضراتكم في الفيديو ده سريعا عن الفرق بين البورتفوليو أو سابقة الأعمال والتوثيق أو الدوكيومنتيشن. معكم دكتور محمد يسري ودي قناة إداري أسنان. البورتفوليو أول حاجة، البورتفوليو أو سابقة الأعمال. علشان نبقى عارفين ببساطة جدا، البورتفوليو ديت حاجة بتحط في CV بتاعك أو وقت ما بتقدم. معروف قوي في الشركات او معروف بالذات بين الديزاينرز او المصممين او ايا كان المهنه دلوقتي متنوع لكله حتى الاطباء، ان انت توري للاتش ار، مسؤول الاتش ار او مسؤول الموارد البشريه او ريكروتر مسؤول التوظيف الطالب انك تشتغل معاه مثلا في دوله عربيه او حتى اجنبيه. شغلك وريني انت بتشتغل ايه، بتعرف تعمل ايه. فبالتالي البورتفوليو شغلك بس احلى حاجه في شغلك، يعني افضل الحاجات اللي انت عملتها في شغلك. يعني اثناء ما انت عملت توثيق او دوكيومنتيشن بتطلع احسن شغل عندك وتحطه في البورتفوليو ده. تحطه بقى على اسطوانه، على جوجل درايف، ايا كان. المهم تجمعه في مكان يقدر يوصل ليه بلينك او برابط، او حتى لو حاجه هاردوير هتسلمه مع السي في بتاعك اثناء المقابله او الانترفيو بتاعك او حسب ما يطلب منك في التوقيت ده. فالبورتفوليو احسن شغل انت عملته صورته وعملت له دوكيومنتيشن، فبتطلع احسن شغل ليك وتحطه في CV بتاعك. انما بقى النقطه الثانيه، يعني لو ما نتكلم على التوثيق او الدوكيومنتيشن، الدوكيومنتيشن ده ليك انت قبل ما يكون لاي حد. يعني فرضا حتى انت مش في دماغك شغل تاني او مش هتقدم على وظيفه تانيه او مش هتطلع تسافر بره، فالتوثيق ده ليك انت، بتوثق كل شغلك ليك انت. ليه انا هعمل كده؟ ليه انا عايز اوثق الشغل ده؟ ليه او اعمل دوكيومنتيشن ليه؟ عشان تعرف انت كنت فين وبقيت فين، عشان تعرف انت بيحصل تطور في الشغل بتاعك ولا الشغل زي ما هو كله نفس الشغل، مفيش اي جديد بيحصل. يعني مثلا انت خدت كورس كومبوزيت مثلا وصورت صور قديمه، وبعدها بعد الكورس دوت ابتديت تشتغل بتريكات جديده وصورت جديد. فطب انا اعرف ازاي ان انا اتطورت او اتحسنت؟ عندي صور قديمه وعندي صور جديده، صور قبل، صور بعد، صور بري، صور بوست. مش قبل وبعد بس نفس الحاله، قبل وبعد لشغلك انت، لحالاتك انت اللي انت اشتغلتها واشتغلت عليها وتعبت. فعشان تعرف ان انا بدات دي بدايتي مثلا من سنتين ثلاثه، دلوقتي انا في حته تانيه خالص. لما طورت مثلا لو جبت الميكروسكوب شغلي في الاندو اعمل ازاي وهكذا، بتعرف. بيديك يعني ثقه في النفس شويه اكتر واعلى لما تكون شايف ان انت طورت وجبت حاجه كتير زياده في العياده، فبالتالي الحاجه ديت مردود عليك ان انت شايف فيدباك كويس في شغلك لما وثقت شغلك القديم والجديد. فبتبص كده تراجع، ده في حاجات فعلا، في فرق عندي في الشغل اللي انا كنت عامله، في فرق عندي. مثلا جبت كاميرا جديده حتى، ففي فرق في جوده الصوره اللي بتطلع. اللي ما كنت الاول مثلا بصور بكاميرا موبايل عاديه غير ما بصور بكاميرا دي احترافيه DSLR مثلا، او بصور مثلا معايا بفلاش احترافي غير مصور برنج فلاش عادي غير مصور برنج فلاش، وهكذا. طورت مثلا في شغلك في الاندو، جبت اجهزه جديده، جبت حاجات طورت نفسك بيها، دورت انت نفسك اصلا كشغل وسكيلز جديده، اتعلمت مهارات جديده. فبالتالي دوكيومنتيشن ليك انت، حتى لو انت مش حاطط في دماغك سفر او تشتغل في مكان افضل، فانت بالتالي بيبقى ليك انت تعرف انت كنت فين وبقيت فين دلوقتي. فبيبقى زي تراك على الطريق كده، او البوينتس على الطريق بتقول لك انت كمل، انت ماشي كويس. دي ببساطه الفرق بين البورتفوليو والتوثيق او الدوكيومنتيشن. شكرا للمتابعه، السلام عليكم.